مرحبا، يسعد لي أوقاتكم. رح نعمل مع بعض سبانش لاتيه ولكن بالعسل بدال بالنستلي. ليش بالعسل؟ لأنه في ناس ما بتحب السكر الصناعي والأشياء الصناعية، فأنا حبيت أنه أعملكم إياه بالعسل الطبيعي الحر. وبالفعل الطعمة والله خرافية، الطعمة كتير كتير رهيبة، وبأدوات المطبخ يعني من دون ما تحتاجوا تشتروا نستلي وتحتاجوا تشتروا فانيلا. الفانيلا اللي عنا بالمطبخ كمان بيخدم. بتاخدوا نص معلقة فانيلا مثل ما لكم شايفين. بعد ما حطينا العسل، هلأ رح نحط شوي من الحليب، شوي بسيطة، ورح نضربهم سوا الحليب مع العسل بالمكسر تبع النسكافيه. في ناس ما بتضربون، بتحرك في المعلقة، كمان بيصير انكم تحركوا بالمعلقة إذا ما عندكم المضرب تبع النسكافيه، بصير تحركوا بالمعلقة طبعا. وبعد هاي العملية رح نحط التلج، وهي رح نحط التلج مثل ما انتم شايفين. انا عندي يعني مكعبات التلج كبيرة شوي. المهم بعد ما حطينا التلج رح نضيف كمان الحليب. رح نضيف الحليب. تصوروا يا جماعة، بعد ما سجلت الفيديو اكتشفت انه مالي مسجل، يعني اكتشفت انه الصوت مو طالع، فرجعت سجلت الصوت مرة تانية على الفيديو. وهلأ هون معنا نسكافيه، معلقة واحدة من النسكافيه أو معلقة ونص مثل ما بتحبوا. إذا عندكم ماكينة إكسبريس كمان بتطلع أطيب، ولكن بتخدم القهوة الموجودة بالبيت طبعا بتخدم. فمعلقة واحدة نسكافيه، وبنضربها كمان على المكسر تبع النسكافيه مثل ما لكم شايفين حتى تعمل فوم. في ناس يعني ما بتعمل لها رغوة ولا فوم، هيك بيحطوها مثل ما هي، بس بيحركوها بالمعلقة وبيحطوها كمان بيصير، ولكن هيك بتطلع أطيب، يطلع لها شكل يعني على الأقل شكل بشهي واحد إنه بالفعل يشرب. وهلا هون بعد ما سكبنا النسكافيه على الحليب، راح أفرجيكم النتيجة، وراح أحركه كمان وأفرجيكم النتيجة. طبعا أخواني أنا نسيت أحط الفانيلا. هي النتيجة اللي طلعت. هلأ رح أحركها وأرجع أفرجيكم كيف النتيجة بعد التحريك. أنا نسيت أحط الفانيليا. فيكم تحطوا الفانيليا البودرة، نص معلقة فانيليا على هذا الكوب أو على الكوب اللي عندكم في البيت. وهون بعد ما حركتها شايفين الشكل كيف طلع؟ عن جد خرافي يا جماعة، عن جد الطعمة والله رهيبة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو، وأهلا وسهلا فيكم دائما.